ازيكم يا اجمل متابعين في الدنيا؟ اخباركم ايه؟ شايفين الجمال ده؟ ميني بيتزا، حاجه كده فظيعه. ايه الحلاوه دي؟ من النهارده بقى هنستغنى عن سندوتشات المدرسه ونعمل ميني بيتزا على طول، وهتبقى سهله وتعمليها على طول. حاجه جميله جدا. هنحط بقى نملى اللانش بوكس ميني بيتزا، وقبل كده كنا عاملين معجنات ومخبوزات تانية. نغير بقى موضوع السندوتشات ده خالص، ومش للاطفال بس، كمان للاطفال والكبار. شايفين الكميه دي كلها؟ الكميه دي كلها عاملينها بنص كيلو دقيق. لو عايزه تعرفي الطريقه وتعرفي ازاي تطلعي الميني بيتزا كل مره صح وتحفه وما فيهاش غلطه، شوفي معايا الفيديو الاخر. ولو اول مره تشوفي القناه يا ريت تشتركي فيها، ولو عجبك الفيديو عايزين لايك حلو بقى كده منك. يلا نبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه هنجيب كوبايه ميه دافيه، هتبقى كوبايه الميه الدافيه ومعلقه سكر ومعلقه خميره، وهنقلبهم على بعض. لو انت اول مره تستخدمي الخميره دي وما تعرفيش ان كانت مظبوطه ولا ايه، هتسيبيها شويه حوالي 10 دقائق ربع ساعه، تغطيها وتسيبيها. لو عملت فقاقيع كده معاكي تبقى شغاله تمام. انا عشان انا بشتغل بيها على طول فانا عارفه، فبشتغل على طول بيها، يعني بحط الحاجات المكونات على بعضها على طول. بعد كده، بعد ما حطينا الميه الدافيه والسكر والخميره، هنحط معلقتين لبن بودره وكوبايه زبادي، ونقلبهم كويس على بعض، ومعلقه ملح ونص كوبايه زيت. نبدا بقى نقلب المكونات السائله دي كلها. لما تختلط بقى ببعضيها نجيب الدقيق بتاعنا، حوالي 3 كوبايات دي او 3 كوبايات ونص حسب نوع الدقيق. انا بستخدم دقيق متعدد الاستخدامات، حلو جدا ممتاز. يعني ممكن تجيبي دقيق بيتزا، هو دقيق البيتزا ده بيبقى اغلى شويه، لكن انا بستخدم تجيبي اي نوع متعدد الاستخدام بيبقى كويس جدا. ونبدا بقى نمكسهم على بعض، المواد السائله مع الدقيق. نبدا نقلب، نحط كوبايه كوبايه ونقلب. طبعا انت هتحسي بالدقيق في ايدك، لو كان بيلزق تزودي دقيق، لو حسيتيه ناشف ممكن تزودي شويه ميه بسيطه، ميه دافيه برضو. بس ان شاء الله انت لو مشيتي على المكونات دي بالظبط باذن الله هيطلع مظبوط، مش هيعوز منك اي حاجه. طبعا احنا اهوت تفضلي تعجني حبه حوالي 10 دقائق كده ماشي، وبعدين تجيبي شويه زيت تغلفي البوله وتحطي العجينه بتاعتنا. طبعا زي ما قلنا قبل كده في الفيديو اللي فات، انت لازم كل ما تعجني اكتر بتدي العجينه كل ما تعجنيها اكتر بتطلع افضل معاكي. وبعد كده بنغطيها بكيس بلاستيك وعليه فوطه، ونحطها حوالي ساعه او ساعه ونص تبع المكان. يعني لو المكان دافي بتاخد ساعه واحده بس. وبعدين بنجيبها بتبقى نفشت بقى زي ما انتوا شفتوها كده، ونخرج منها الهواء، نديها خبطه كده نخرج منها الهواء، ونطلعها بقى على مفرش العجين او على الرخامه اي حاجه عندك. ونبدا بقى نبططها كده زي ما انتوا شايفين. تبقى حوالي يعني مثلا 2 ملي 3 ملي السمك بتاعها يعني، طبعا لان هي هتستريح وهتنفش تاني. اشتغلنا اهو. هنجيب بقى القطاعه، لو ما عندكش قطاعه ممكن تقطعي بالسكينه وتبططيها، يعني تعمليها زي رول كده وتقطعي صغير وبعدين تبططيها. هنقطع بقى بالقطاعه دي عشان تبقى كلها في مستوى واحد يعني. ممكن تعملي بكوبايه، تقلبي الكوبايه برضو تعملي بيها عادي، يعني مش لازم مقطعه قطعه. وبعد كده بقى بنشيل العجينه الزياده ونحطها على جنب، عشان برضو هناخدها ونبططها وبعدين نعملها تاني. بنبدا بقى بنسيب بعد ما قطعنا العجينه بتاعتنا كلها، نبدا بقى نجيبها ونحط عليها احنا هنحطها بقى في الصاج او في قالب. انا عندي قالب الومنيوم، وقلت لكم قبل كده انا بحب اسوي المعجنات في الالومنيوم او في الصاج لو عندك صاج. بتجيبيها بقى بتبططيها شويه كده. طبعا لو بططيها شويه كده هتكبر معاكي في الفرن، لو سبتيها زي على نفس الحجم بتاعها يعني هتكبر بس مش قوي. وبعد كده بقى هنخرمها، نجيب شوكه ونخرمها بالشوكه، ونجيب معانا صلصه البيتزا. لا عندك صلصه جاهزه عادي ما فيش مشكله، ما عندكيش صلصه جاهزه انا هقول لك دلوقتي اسهل طريقه لصلصه البيتزا. هنحط بقى عليها نغرقها صلصه بيتزا كده من فوق، ونجيب شويه جبنه موتزاريلا ونحطها على الوش. وعندك بقى مثلا انا حطيت بصراحه، انا ما عملتش غير جبنه وفلفل الوان وزيتون. فلفل الوان بقى فلفل اخضر، انا حطيت فلفل الوان اصفر واحمر وزيتون والجبنه الموتزاريلا وصلصه البيتزا بس. طبعا لو عندك فراخ هتحطي فراخ، عندك سوسيس هتحطي سوسيس، انت تحشيها باي حاجه يعني، تحطي عليها اي حاجه انت حباها. ولو عندك فراخ هتعمليها زي الشاورما الاول وبعدين تحطيها، طبعا ما بتبقاش نيه. وبعدين بنرص البيتزا زي ما انتم شايفين بالشكل ده اهي، وشويه كمان موتزاريلا تاني على الوش كده. نبدا بقى نعمل كمان واحده. بالنسبه بقى لصلصه البيتزا، لو انت ما عندكيش صلصه بيتزا في البيت طريقه سهله جدا. بدل بقى ما بتقعدي تعملي صلصه بيتزا، هاتي معلقتين صلصه وشويه كاتشب وحطي عليهم حبه زعتر وريحان او زعتر بس، وتبليها بقى شويه مثلا ملح وفلفل وشطه لو عايزاها حاميه وحطي. لكن انا بصراحه كنت عاملاها عندي صلصه بيتزا
طبعا التغيير حلو جدا لما تغيري للولاد او للكبار او للصغيرين، عشان هما بيملوا بقى بسندوتشات بيض وجبنه رومي والكلام ده، فبيملوا من الحاجات دي. لكن بصراحه البيتزا والمعجنات عموما بتخلص بسرعه، بيحبوها. وبعدين برضو احنا قلنا لما نعمل الحاجات دي في البيت انضف كمان، يعني حتى لو مش اوفر هي انضف، هي بتبقى اوفر طبعا بس انضف كمان. طبعا دلوقتي مبقاش في حاجه اوفر يعني كل حاجه بقت غاليه. طب انا عاملاها باقل التكاليف. ممكن كمان لو عندك لانشون تحطي عليها لانشون. اصلا شكلها وهي نيه تحفه يعني، من غير ما تستوي شكلها فظيع. طبعا انت ممكن، صحيح نسيت اقولك، بتدهني الصينيه زيت بسيط خالص يعني عشان ما تلزقش. ولو عندك ورق زبده، انا بحط ورق زبده تحت بس ما كانش عندي بصراحه، فجبت القالب وحطيته والحمد لله ما لزقتش. بعد بقى ما بتخلصي كلها بتبقي قايده الفرن قبلها بشويه. احنا بنقيد الفرن على اعلى حاجه يعني 180 او 200. المعجنات بتحب انك انت تقيدي الفرن على العالي 180 او 200، وبتحطي فيه وتسيبيه، يعني بتاخد مثلا من ربع ساعه او تلت ساعه، وممكن 10 دقايق يعني تبع الفرن بتاعك. بعد كده حطيناها في الفرن وطلعناها بعد ربع ساعه. ده شكلها جميل جدا فظيع. بنجيب ايه بقى عشان تستوي برضو، مش تستوي بقى ما تلزقش في الصينيه بتاعتنا؟ بنجيب فوطه منديه. يعني فوطه منديه يعني بنبلها شويه ميه كده ونعصرها ونروح حاطينها عليها ونسيبها حوالي 5 دقايق. بعد بقى ما بنشيل الفوطه شايفين ما فيهاش واحده لزقت، يعني بسم الله ما شاء الله ما فيش بيتزايه واحده لزقت في الصينيه. انا عاملاهم على صينيتين اهو، شايفين عامله ازاي؟ بسم الله ما شاء الله ما فيش ولا واحده لزقت، الله اكبر يعني. ده بقى بعد ما الكميه كلها خلصت زي ما قلت لكم، شفتوا معانا بحوالي 3 كوبايات او 3 كوبايات ونص دقيق. دي النتيجه بتاعتها، شايفين الجمال؟ بجد حاجه حلوه جدا. اكيد هتعجبكم ان شاء الله. ولو مشيتي على كل الخطوات اللي انا قلتها لك عمرها ما هتفشل معاكي، وهتطلعي اجمل ميني بيتزا وهتجربيها وهتعجبك. وبالهنا والشفا مقدما. وما تنسيش بقى زي ما قلت لك، لو اول مره تشوفي القناه تشتركي فيها، ولايك حلو كده جميل للفيديو، واشوفكم في فيديوهات جديده.